اهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله خفيف جدا جدا. هو عباره عن فكره لوجبه او غدوه اخر الشهر. عباره عن ايه؟ عباره عن ده الشمام او الكنتالوب اللي هو موجود في الاسواق اليومين دول، ومعاه زي ما انتم شايفين جبنه بيضه بتبقى موجوده طبعا في كل البيوت، ومعاه بتنجان اللي هو الرومي دون قطعناه ورشنا عليه ملح عشان ما يشربش زيت، ويا اما نحطه في الاير فراير يا اما نقليه زي ما انتوا عايزين. ومعاه كمان بطاطس محمره علشان طبعا الطبق ده الاولاد كلهم بيحبوه. انا بصراحه حطها في الاير فراير، يعني انا مش قليها في الزيت، يا دوبك نقطتين زيت بس وبنحطها. ممكن كمان نحطها في الفرن علشان برضو اللي هيقول استهلاك الزيت وكده، ممكن نرش عليها يا دوبك معلقه زيت واحده او معلقتين والتوابل بتاعتها، وبندخلها في الصينيه في الفرن. شايفين شكلها جميل ازاي؟ وطبعا الطبق الجميل الخيار علشان الحر، وينفع جدا جدا مع الجبنة بتاعتنا دي. فطبعا حبيت اشارككم الوجبة دي، هي تنفع طبعا وجبة غدا جدا جدا. اللي مش هيحب ياكل بتنجان هياكل بطاطس، اللي مش هيحب هياكل جبنة وهياكل الشمام دون. فهي وجبة مكتملة، فيها بروتين وفيها خضار وفيها فاكهة وفيها كل العناصر الغذائية. يا ريت اللي وصل معايا للمرحلة دي من الفيديو يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت نصلي جميعا على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم أحلى متابعين، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.